السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فراولات الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحه وحال وراحه بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فلو اول مره تشوفوا القناه فعلي حالا زر الجرس على الكل، هتدوسوا السبسكرايب الاشتراك واللايك والتعليق. يا احلى وارق فراولايه في حياتي. ايه رايكم في المفاجاه دي؟ انا عارفه في ناس هنا هتسترجع الذكريات، وفي الناس الجداد بقى اللي قلبين الدنيا وقالوا لي كلام قد كده. خلاص حققت لكم كل اللي نفسكم فيه. بصوا يا بنات، ان شاء الله باذنك يا رب لو موافقين على الكلام ده اكتبوا لي تحت في التعليقات. بصوا يا جماعه، انا ان شاء الله باذنك يا رب بتفق معاكم اتفاق ان احنا مثلا كل يوم ننزل 2 فيديو. بس يعني انا مش هقول لك بس بشرط، لكن هقول لك بطلب او رجاء ان انت مثلا هنتفق ان احنا مثلا نعمل واحد الساعه 4 العصر وواحد على الساعه 10 بالليل او 9 بالليل. اكتبوا لي تحت في التعليقات لو تمام معاكم. خلاص طيب، الاتفاق اللي احنا هنتفقه هو ايه؟ ان احنا نكون متواجدين يا بنات وقت ما انا هنزل الفيديو. خلاص كده هتتبسطوا قوي 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 قوي. ديكورات تحفه، حاجات تجنن، حاجه بصوا تحفه تحفه تحفه. فان شاء الله عايزاكم تطولوا بالكم كده ان شاء الله، ويعني تستمتعوا معايا بالفيديو. نفسك تلاقي وقت لنفسك تعملي فيه الحاجات الحلوه ومهامك الجميله، وحتى وقت لنفسك كده تعملي حاجه انت بتحبيها. صباح القران والرضا من الله سبحانه وتعالى. بصوا انا كده عايزه اخدكم معايا جوله في البلكونه، لان يعني غيرت شويه حاجات، هي مش تعتبرش تغيير بس حاجات على خفيف. بمعنى انا جبت الكرسيين الرتان هنا كده حطيتهم ناحيه الازاز، وجبت كمان اللي هو اللي هي الفروع اللي لونها الاورانج او الايه مش عارفه اللون ايا كان. وهنا الكرسي بما انه برضو الخشب بتاعه ماشي مع الالوان فينا في البلكونه، حطيته الناحيه دي تمام، وحطيت عليه الشال الاخضر لان انا هنا عندي الزرع الاخضر. حلو الكلام. هنا برضو حطيت الهيش اللي هو اللي بلون الهافان، اللي هم اللي على الارض دول اللي هم اغطيه الخوص، اغطيه السبت الخوص. تمام. دي نبته كانت ناشفه وانا كنت حطها كده تنشف اكتر يعني، لان انا خلاص مش يعني هي عادش هتنبت يعني. هنا بس بقول لكم انا كنت طلعت الكوتشيات بتاعه الولاد تنشف بره. عندي هنا شويه غسيل هحط الغسيل، وبما ان الدنيا شمس كده وحلوه، وكانت ده الفيو من الجنب ناحيه البحر. هنا المكان ده هنا عشان اللي سألني ده الكومباوند بتاع بورسعيد. بورسعيد بره بورسعيد، يبعد عن بورسعيد حوالي 10 او ربع ساعة. ده كده بقى دخلت بقى على غرفة النوم. هغير خالص، هشيل البلاك اوت وهغير الملايات وهغير الحاجة الخاصة يعني بالملايات وكده. بجد الشمس لما بتطلع بتبقى حاجة تانية خالص. سبحانك يا رب. يعني الجو كمان كان هواها حلو، يعني الجو هوا حلو، يعني هوا جميل. هنا كده هشيل بقى اللي هو الالوان الاحمر، وهشيل كمان البلاك اوت ده، وهحط اللي هو الابيض في الاسود. ده كده كان على شكل كراهات وفيها الوان. انا حطيت كده اللي هي النجوم الابيض في الاسود، سواء اللي عدى او دون البلاك اوت كنت جايباه من هايبر 1 ل10 من رمضان. هبدا بقى كده اشيل الملايه واشد اسمها الكفر، وهحط الملايه البيضاء لان انا بصراحه بميل للابيض قوي. سبحان الله، حتى في اما تجربي حتى تنامي في ملايه تكون فاتحه او بيضاء بتفرق جدا في النفسيه، وتضغطي بالالوان فاتحه. وجربي وقولي لي، يعني بجد هتحسي باللي انا بقوله. دي المخدات الطبيه كنت جبتها من المأمون اللي هو الفايده بنات في محافظه بورسعيد قدام مدرسه 6 اكتوبر اللي هي الثانوي البنات. تمام. خلصت كده خلاص الخداديات اللي هي الاساسيه دي بتاعت النوم الاساسيه، لان عشان الرقبه والفقرات زي ما انا كنت حكيت لكم قبل كده هي طبيه اللي ورا دي، لكن اللي قدام دي عادي فايبر عادي اللي هو المنفوخ العادي. وانت بتعمليها ايه كشكل، يعني شكل انا حطاها هنا مش استخدام، دي عشان شكل لما اعمل خداديه تانية. وبحب بصراحه شكلها المنفوخ ده، يعني من الوقت التاني احطها في الشمس تبص تلاقيها نفشت لوحدها يعني. حطيت كمان اللحاف اللي هو الابيض. ما بقول لكم بصوا الابيض راحه نفسيه ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. راحه نفسيه تانية خالص، يعني حكايه تانية خالص ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. طبعا في ناس كانوا شافوا التنسيق ده معايا قبل كده، حتى ممكن هو موجود في الانترو بتاع الفيديو. هعمله هو بس هحط شل وكل حاجه، بس هحط ترابيزه ايكيا بدل الصينيه الخوص كتغيير بس مش اكتر. هنا هحط اللي هو الشال ده، كنا قلنا ان انا كنت جايباه من عند كوشي هوم، وكان بحوالي 250 300 تقريبا، ده كان سعره تقريبا. كوشي هوم اللي هو قدام مدرسه اللغات على طرح البحر. طبعا كل الكلام ده بنتكلم على محافظه بورسعيد.
ميزه الحاجات اللي هي الصوف دي جميله قوي، حلوه في الديكورات، تقدر تحطيها على ركنه، تحطيها على السرير زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي، وبتعمليها بقى بشكل، عارفين انا بعملها بشكل زي السلم كده او اللي هي الدرجات كده، بتلميهم على بعض من ناحيتين وبتظبطي طبعا. هي اول مره بس ان انا بعمل الكسر حلو، لما اجي بشيله رول، يعني مطرح ما انا واقفه كده واقوم لافه رول 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 زي ما هو كده، واما اجي بفرده برده ايه نفس الحكايه، عشان طبعا مش هقعد كل مره هعمل الكسر، لو كل مره مش هعملها بصراحه، لان عايزه تركيز يعني، واحنا مش فاضيين، ورانا اشياء اخرى. هنا كده ده الكوشن اللي هو الفرو اللي هو على اللون البني الفاتح خالص، فهو ماشي مع الشال. فتحت لكم بس النور كده عشان نشوف الحاجه اكتر، بس بصراحه انا ما بحبش افتح النور الكبير بالليل، ممكن افتح اباجورات، لكن النور اللي عليه الكبير ده بالنهار بتضايق منه. بس حطيت زي ما احنا قلنا ترابيزه ايكيا كده وايه، وخلاص خلص الموضوع على كده. اذا شايفين الهوا وجماله على فكره سبحان الله، انا من الناس اللي لما بلاقي هوا ببقى مبسوطه، يعني نفسيا ببقى مرتاحه. فكرت احط اللي هو الكوستر خوص ده كده، بس كنت حاطاه بالغلط، يعني هو المفروض يبقى من ناحيه على التسريحه، يعني تغيير. شلت بقى كده هنا السجاده الصغنونه دي المدوره، ده برضو السجاد ده كنت جايباه من هايبر وان من فتره كبيره، طبعا انتوا عارفين يعني متابع عارف. ف قلت احطها يعني حطيت دي المدوره هنا، وهناك ناحيه الناحيه التانية لما نيجي دلوقتي عليها هتشوفوها، هتبصوا تلاقيني حاطه الكبير عشان الجو بقى ايه برد شويه. شوفوا اسمها ايه، المكنسه ممكن دي تمسك في اي حاجه بصراحه. بصوا انا كنا اتكلمنا على المكنسه الهوفر والفرق بينها وبين العاديه، ومش عارفه ليه بقالي فتره كده، خلي بالكم يعني مش عارفه، مش مبسوطه منها، ما اعرفش. انا قلت المميزات وقلت العيوب، بس مش عارفه كفاءه النظافه مش قوي، مش اللي بالك فيه يعني. انا بعد ما بخلص ما بقتنعش يعني، ممكن على السجاد شويه، لكن بالنسبه للبلاط لا، البلاط مش كفاءتها مش عجباني. قلنا المميزاتها ليه انا بتعجبني انا كليلى، يعني عشان الليد والحاجات اللي احنا قلنا ان هي بتبقى مشحونه وبتتمسك في ايدك، ما تحطش في كهرباء، حاجات من دي. هي بصوا في الحاجات الشاك، يعني هي بصوا دي السجاده اللي بقول لكم عليها، هي في الحاجات اللي هي الشاك دي 10/10 بس بصراحه يعني. الارض لا، البلاط السيراميك كده هي بتشيل يا بنات، بتشيل، بس مش عارفه انا ما اعرفش، ما بحس ان انا المكنسه الكبيره، لا المكنسه الكبيره حاجه تانية، بتشفط حلو افضل من دي بكتير بصراحه يعني. بصوا سالتوني كتير على سعرها ومش عارفه ايه والكلام ده. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه بقى بالنسبه للاسعار وكده، دي كانت ب 3650 تمام، قولي 3700 مثلا، يعني 3700 نازله دلوقتي في توشيب العربي، نازله حوالي 300 جنيه او 400 جنيه. اللي سالنا على الممسحه الهوفر نازله حوالي برضو نفس السعر. طيب انتوا عايزين تستفادوا وبرضو على فكره ماكوه البخار خلي بالكم نازله جامد، ومكنه القهوه نازله بتاعتي، لان كل ده سالتوني عليه. بصوا اقول لكم على حاجه تعملوها حلوه عشان يعني تفهموا وتستفادوا. هتروحي على الفيسبوك هتكتبي العربي توشيبا، الجروب العربي توشيبا كده هتلاقيه مكتوب بالازرق، ادخلي فيه، هتبصي بقى تلاقي العروض والحاجات عاملها، هيكتب لك قبل وبعد دي، يعني هي نازله بقى لها فتره، وانا قلت يعني اللي حابب يشتري هي نازله بقى لها فتره. المكوه نازله برضو حوالي 300 جنيه. مكنه القهوه كانت ب 1250 او 1300، نازله بين 900، فنازله يعني لو حد حابب والكلام ده تابعوا توشيبا العربي على الفيسبوك، هتستفادي يعني. حتى هو شارح لك المنتج وجاي كاتب لك لينك، لو انت مثلا حابه تخشي تستفادي اكتر، تعرفي الحاجه دي كام واط، مش عارفه ايه ميزاتها في عيوبها والكلام ده كله. في حد قال لي ان هي، طبعا انا ما عنديش اصلا المكنسه، ما عنديش اي مكنسه خالص، وبفكر اجيب مكنسه، فانا مش عارفه يعني. انا عشان عندي العاديه، فانا لازم تبقى موجوده العاديه بصراحه. هي دي قلنا مع عيوب ومميزات بتاعتها، شوفوا ايه اللي يناسبكم، لو الدنيا تمام معاكم خلاص. زي ما انتم شايفين اصلا دي، بصوا يعني لازم الارض تبقى زي ما انتم شايفين نظيفه اصلا، وشويه عفره، شويه معرفش ايه، حاجات بسيطه، فرافيت مش عارفه ايه، حاجات يعني كده. انا بس معرفش، يمكن مع حد تاني تبقى
افضل. بس انا المكنسه الاساسيه اللي هي العاديه خالص، العاديه بتاعتنا دي، اللهم بارك، لا ما شاء الله قوه الا بالله، اللهم بارك، الشفط بتاعها لا بحس ان الارض نضفت بصراحه، بتشفط كده. لكن دي شلل يعني. بصوا بتشفط كل حاجه تمام، بس ايه سلام بقى لو دخلك فيها اي عفره كده تقوم موقفاها لك وتقومي رايحه شايله كل الفرشه اللي فيها وتفضي من فوق الفلتر. فهي بس يعني هي كده يعني، على قد ما هي لذيذه وكله في انك كده بتخلص بسرعه، ان انت تمشي بقى زي ما انت شايفه كده في البيت بقى وتقعدي تشيلي سلك وكده. هو سبحان الله مفيش حاجه كامله، مفيش حاجه كامله. هي عارفين لو هي على وضعها ده وعاملين لها عاملين لها قوه الشفط اعلى، قوه شفط حلوه، هي قوه الشفط بتاعتها بصوا حتى في عفره اهو كده، هي بتشفط. بس بصي لازم تفضلي رايحه جايه. طبعا المكنسه العاديه طبعا انتوا فاهمين مفيش الكلام ده، هي مره واحده وبتعدي وانت بتبقي عارفه ان الدنيا تبقى زي الفل بصراحه يعني. فهي كده لو انت عندك العاديه وحابه دي بقى السجاد تقومي ماشيه زي ما انا بعمل كده، مش عارفه ايه تنظيف السراير والايه والكنب والحاجات دي حلو، فاهماني يعني. تنظيف الحاجات دي حلوه قوي وبتوصل وليها لا الادوات اللي بتيجي معاها جميله جدا بصراحه. بس انا مش عاجباني في قوه الشفط بتاعها، على كمان ايه على البلاط ما اعرفش بايخه كده معلش النهارده انا متحامله عليها، مش عارفه اصلا انا مغاظه منها قوي. اصلا وانا قاعده اروق بصراحه، وانا قاعده يعني ساعه ما كنت بكنس هنا بصراحه يعني انتوا اخواتي يعني اعترف لكم، قاعده يا اختي انت وهي انضف بقى، وانا اصلا تعبانه وعلى اخر. عارفه لما تبقي بتنضفي كده بقى ومش ناقصه اي حاجه ترازي فيكي، فانتوا قاعده بقى دي سيادتها بقى تعمل لي ايه لا افضل رايحه جايه افضل مش عارفه ايه اتغصت منها النهارده، زعلت منها النهارده، زعلانه منك يا مكنسه النهارده. انت حبيش انا النهارده، انا عشان كده قلت عليكي الكلام ده بقى، انا مخصماكي. بصوا ده التنسيق الاحمرات وكده، ده كنا عملناه في فيديو تقريبا من فيديوهين 3 حاجه زي كده. فاللي حابب يشوف التفاصيل والحاجه كنا جبناها منين ومش عارفه ايه كده، اتفرجوا على الفيديو هتستفادوا جدا، تاخدوا افكار يعني. واتمنى اتمنى 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 ان انتوا بجد تكونوا بتستفادوا من القناه وتكونوا بجد بتاخدوا افكار. ايه اللايك انا هفضل اتكلم كتير كده ولا ايه؟ خلصتوا امتحانات ولا لسه؟ عايزه اضحكوا. بصوا امبارح كان اخر امتحانات عند سما بنتي، حلو الكلام. فببص لقيت معلش ده حد شغال شنيور عادي جدا، عادي ناس جديده بتسكن جديد جنبنا عادي، اهلا بيهم. المهم بقى الدرس بقى هيبقى جمعه يعني، اللي هو النهارده انا بكلمكم حالا كده الخميس يعني، ده الخميس بتاعنا، الخميس الونيس يعني. ايه يعني يا جماعه ما لحقتش اخد اي حاجه بريك خالص يعني. النهارده الخميس بس كده وقعدت اديني بشتغل اهو. عايزه اقول لكم ان انا نفسي انزل اتمشى تحت في الكومباوند، انا نفسي اشوف الكومباوند من تحت يا جماعه، والله العظيم بجد نفسي انزل اقعد كده يعني اتفرج على المنظر. نفسي اروح ناحيه الفندق هناك، طبعا معروف فندق بورتو سعيد يعني. انا نفسي انزل تحت، انزل ابص على المنظر تحت بجد. كل شويه اقول اما اخلص يعني واحد مش بيخلص يا جماعه. مأساة يعني. شفتوا انا عندي مأساة ازاي يعني، تاخدوش في بالكم. المهم انتوا عاملين ايه حلوين واخباركم ايه؟ خلصتوا بقى ولا ايه؟ والدنيا عندكم ايه بقى؟ بدبرتوا ولا مستنيين؟ يلا بقى ربنا يعيننا وينجحهم ويهديهم، اللهم امين يا رب العالمين. اهم حاجه ما تنسوش اللايك، ولو انت جديده القناه وعجبتك الفيديو مثلا، لو عجبك يعني وعجبتك القناه دوسي اشتراك اللي هو الاحمر، وعندك زرار كده هتلاقي الكل، دوسي على الكل. احنا هنا في المطبخ يعني عشان لو حد جديد مش عارف ده ايه. ودوسي على الكل، يا قمر يا عسل يا سكر يا سنترفيش. ايه تاني بعد الكل هتعملي ايه تاني؟ هتعملوا ايه؟ عرفوا اصحابكم بقى بالقناه بقى، عشان كده يعني، عشان انا ابقى مبسوطه. ربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعني بكم في جنات بلا حساب ولا سابقه عذاب. اشوفكم على خير يا اجمل واحلى وارق بنات في حياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.